أول شي راح نحتاج المواد الجافة نخليها كلها بإناء واحد سوا. عبارة عن كوبين طحين لوز. طبعا طحين اللوز حتى لو هو طحين تنخلوه حتى نتأكد انه يكون كلش ناعم very fine. فراح نحتاج كوبين طحين لوز، نصف كوب طحين جوز هند تقريبا 60 غرام. راح نحتاج ربع كوب بروتين باودر. خل اشوفكم البروتين باودر اللي دائما تسألوني عنه. خلينا كوبين طحين لوز، نصف كوب طحين جوز هند، ربع كوب بروتين باودر غير منكه. واذا استخدمتوا فانيلا بودرة بس تكون خالية من السكر تقدرون تخلوها بهالوقت هذا، تخلون ملعقة صغيرة فانيلا باودر. اذا لا تخلوها بخليط السوائل. راح نحتاج ملعقة كوب صودا، مو بيكنج باودر، صودا. راح نحتاج 3/4 كوب سكر ارثرايتول او ستيفيا. طبعا ارثرايتول طعمه اطيب من الستيفيا، بس اي سكر متوفر ومناسب للكيتو، حتى لو زاليتول او خليط من ستيفيا او ارثرايتول اي شيء يفيد. ف3/4 كوب سكر. اوكي، هسه نخلط المواد الجافة سوا، بس نخلطها. نخليه على جهة. راح نحتاج 6 بيضات. إذا كان حجم البيض عندكم كبار تكتفون ب6، إذا كان حجم البيض صغير تحتاجون 7 بيضات. ففصلنا الصفار عن البياض. هذا البياض واحد وهذا الصفار واحد. الصفار ضفت عليه زبدة تقريبا 128 غرام زبدة، اللي هو تقريبا نصف قالب زبد. أو القالب يكون مقسم 50 غرام، فتحسبون تقريبا 128 غرام زبدة. ممكن تستخدمون دهن حر إذا تحبون أو زيت جوز هند. هذه زبدة غير مملحة. ضفت عليها برش ليمونة كاملة، وراح أضيف كوب حليب لوز دافي، حليب لوز أو ممكن حليب جوز هند أو أي نوع مناسب للكيتو. هذا كوب كامل حليب لوز دافي. طبعا البيضة بدرجة حرارة الغرفة. راح نحتاج عصير ليمون ربع كوب. الليمون فانيلا، ملعقة كوب فانيلا. ملعقة كوب فانيلا. الفانيلا خالية من السكر، فانيلا سائلة خالية من السكر. اوكي، فهسه قلنا 6 أو 7 صفار بيض، برش ليمونة كاملة، ربع كوب عصير ليمون، 128 غرام زبدة غير مملحة. اوكي، وكوب حليب لوز. نخلطه ونتركه على جهة. بعد ما فصلناه راح نحتاج ربع ملعقة صغيرة كريم اوف تارتار، اللي هو كريم التارتار. إذا ما توفر راح نحتاج ربع ملعقة صغيرة. إذا ما توفر تقدرون تستخدمون بديله نصف ملعقة كوب عصير ليمون. ماشي، نصف ملعقة كوب عصير ليمون. هذا شنو فائدته؟ من تخلطون البياض يخليه متماسك، يعني يخليه لازم نفسه على قولتنا. فراح نضيف ربع ملعقة كوب. اوكي، راح نخلطها هسه.
هذا صار شكل الخليط. نتركه على جهة ونرجع على خليط صفار البيض والزبدة اللي قلنا راح نرجع نخلط. خلطناه. اوكي، راح نضيفه على خليط طحين اللوز وباقي المكونات الجافة. قلنا نضيف السوائل على طحين اللوز وباقي المواد السائلة. ونخلط على أقل سرعة. نرجع على خليط بياض البيض ونخلي ثلثه تقريبا حتى يصير الخليط خفيف. راح نستخدم سباتشولا من نخلط بهدوء، نخليه يتداخل، نحاول نخليه يتداخل بهدوء بحيث ما نخسر هذا الحجم حتى لا تهبط الكيكة. نخلط بهدوء. تمام. الداخل شوف ما بقى بقايا البيض الداخل الخليط. هسه احنا محضرين الفرن على 150 ب 160 حسب فرنكم. 300 فahrenheit ماشي. ونكون محضرين قالب، يكون هذا القالب اللي مفتوح من النص. هذا القالب الحجم اللي أنا أريده، قالب يكون مفتوح من النص. هذه بعد ما نحتاجها نشيلها على جهة، وهذه ما نحتاجها نشيلها على جهة، نتحرك براحتنا. فهذا القالب اللي نحتاجه دهن وكاكاو. نبقي تقريبا ثلث الخليط،
خلينا نوزع ونشوف. كيكة هشة. البقرة راح نضيف على الكاكاو البودرة، راح نضيف 22 غرام كاكاو بودرة اللي هي تقريبا ربع كوب كاكاو بودرة. يعني 20 غرام ربع. نحاول نوزع بالتساوي. الفرن على 150 تاخذ تقريبا 45 دقيقة أو حسب الفرن. إذا أنتوا فرنكم حار يمكن تاخذ أقل يعني، ف45 دقيقة. وهم راح أقول لكم إيش قد أخذت مني وقت، وانتظرونا. تبرد تماما بالقالب قبل ما نقلبها، أخذت بالضبط 45 دقيقة. نتركها تبرد، بعدها نقلبها بالقالب، يعني نبقيها بهذا القالب تبرد تماما قبل ما نقلبها بالصحن.